السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حبيت أكلمكم النهاردة عن موضوع إن درايف. دلوقتي في أزمة كبيرة جدا بين الكباتن أو السواقين وبين العملاء وبين الكباتن أو السواقين وبين الشركة وبين العملاء والكباتن أو اللي هم السواقين. حبيت أوضح بعض النقط في الشغلانة اللي تعب الناس كلها من 2016 بالذات في إن درايف، لأن هو اللي عليه العدد الأكبر من العملاء. عشان كده الكباتن بتشتغل عليه. اول حاجه الكباتن بتقعد تقولها ان الرحلات بتتخطف. خلاص، انا هقول حاجه الاول قبل اي حاجه. انا عميل وشغال فتره كسواق يعني، وانا عميل اهو لحد امبارح او اول امبارح. انا مشاويري كلها اللي بطلبها اولا سالكه جدا، ما فيهاش ولا مطبات ولا تكسير. ثانيا يا طويله وبسعرها يا قصيره وبسعرها السعر العادل اللي بحطه. يعني انا مثلا طلبت مشوار اول امبارح 3 كيلو و900 متر ب 50 جنيه او 60 جنيه، ولا كابتن قبل ولا كابتن قبل. وده مش اول مره، ده للمره يعني مش عارف ال20 ولا ايه. دي اول حاجه. تاني حاجه اقولها، انا ما كنتش امتلك عربيه لحد مش عارف من 3 4 سنين. خلاص، عربيه يعني كويسه مش عربيات قديمه وكده. واللي خلاني وصلت لمرحله ان انا اشتريت عربيه هو تعامل الكباتن معايا كعميل. خلاص، يعني لقيت نفسي بصرف ارقام كبيره اولا. ثانيا التعامل مش قد كده خالص من اغلبيه الكباتن. عشان ما حدش يجي يدافع عن نفسه، انا بقول نقط. خلاص، انا ما حدش هيقدر يناطح معايا لان انا قلت انا عميل وكابتن وعميل قبل ما اكون كابتن. نقطه بقى المكسب. نقطه المكسب دي تحسب ازاي؟ اولا الشغلانه دي شغلانه تزويد دخل. شغلانه تزويد دخل مش شغلانه دخل اساسي. يعني انت في حد انت تاخده في طريقك بتوفر بنزينك مثلا. تاني نقطة، مين هم الخطيفة من وجهة نظركم؟ انا مش منهم اولا يعني عشان بس نخلص. انت مثلا بتشتغل 10 ساعات في الشارع، صح؟ بتقول ايه ده؟ مشوار 60 كيلو و300 جنيه بس ولاد الحرامية. بص، الموضوع مش بيمشي كده خالص. النوعية دي من الناس اللي بتاخد المشاوير دي حاجة من الاتنين: يا هو واخده في طريقه كسبان من وجهة نظره، او لا. متخيل؟ هقول لك بس مثال بسيط، انا كلامي مش متجمع معلش وطريقتي غريبة شوية. واحد مثلا كل يوم مشواره من اكتوبر للتجمع، ايا كان كام كيلو، هو حوالي 60 70 كيلو باين مش فاكر. بس يعني المشوار ده نفترض ب 200 جنيه بس، مش ب 300 مش ب 400. 200 في 30 يوم او كام يوم على مدار الشهر 6000 جنيه. تخيل ان في واحد كان رايح ايا كان زمان قبل ما يخترعوا اوبر او قبل ما يخترعوا ان درايف، بيروح المشوار ده على حسابه، بيدفع البنزين من جيبه. دلوقتي بياخد المشوار ده 200 رايح و200 جاي، 200 رايح و200 جاي، يبقى بيكسب 12000 جنيه في الشهر. او يا عم 9000 جنيه رايح جاي، يبقى كسب في جيبه. حط في جيبه، ماليش دعوه بقى بالصيانه والكلام ده بعدين، 9000 جنيه في جيبه من الهوا دلوقتي ان هو كده رايح. دي اول نوعيه من الناس. لو الفيديو ده طويل شويه واللي عايز يستحمله يستحمله، مش عايز يتفضل عادي مش مشكله. تاني حاجه، النوعيه التانيه من الناس بقى، هو واخدها شغلانه وحاسبها بالساعه مش حاسبها بالكيلو. فبرضه هو مثلا ايه، صحي الصبح الساعه 8 9 10 ايا كان، بيلعب على المشاوير الكبيره بس 300 200 300 400 300 200. او من وجهه نظرك كسبان او خسران. هو بيحسبها ازاي بقى؟ انا رحت، يعني عايز اقول لك المشوار على فكره مثلا من اكتوبر لمطار القاهره ساعه بالظبط لو الطريق كويس. المشوار ده ما بيقلش عن 350 جنيه 400 جنيه. خلاص، يبقى هو كده كسب 300 جنيه. اول ما هيروح المطار هيقعد الابلكيشن يرن بمشوار تاني على 300 400 جنيه. خلاص، ادي اهو في ساعتين ثلاثه جاب 600 جنيه. هو بيعملها ازاي بقى؟ هو شغال 10 ساعات، شغال 12 ساعه. انت معاك لو انت حسبتها كشفت، لو عايز تاخدها شغل 12 ساعه، قول هشتغل فيهم 9 10 ساعات. تعمل بريكات لنفسك، كل 3 ساعات هتاخد بريك مثلا نص ساعه، كل ساعتين ونص تاخد نص ساعه. طيب 300 في 300 في 300 في 300 على مدار 10 ساعات شغل، 9 ساعات شغل، يبقى كام؟ هيبقى حوالي 2000 جنيه. حطيت بنزين بكام يا معلم بقى؟ 600 جنيه. ومحدش يقول لي كابتن اكرم بيطلع يقول زيك ومش عارف ايه. كابتن اكرم ده كان بيقول لك الحوار، بيلخص لك الحوار. انت هتشتغل ب 2000 جنيه، هتحط مثلا ب 600 جنيه بنزين، حطيت في جيبك كام؟ 1400 جنيه. وحشين؟ لا مش وحشين. طيب انت بتقول ان انت بتخسر، هبقى هرد عليك. بتخسر دي انت دلوقتي بتقول ان الشركه بتخسرك، انت اعتبرت ده مشروع تجاري، صح؟ اعتبرت ده مشروع تجاري. اول نقطه تقولها، ما تقولش دي عربيتي. عربيتك دي لما كانت عربيه بيتك بتروح بيها من شغلك للبيت ومن البيت للشغل، حطيتها في مشروع يبقى العربيه بقت المشروع. عربيه بقت المشروع
يعني ده بقى راس مال المشروع. طب في مشروع في الدنيا ملوش راس مال فلوس في ايدك؟ لا ليه. يبقى انت اساسا قبل ما تنزل الشغل ده لازم يكون مثلا معاك 20000 جنيه في جيبك ومعاك العربيه، بحيث العربيه عطلت هتصلحها. وكل يوم من ان شاء الله ال 1000 ونص اللي هتجيبهم، ولا ال 1200 جنيه، ولا ال 1000 جنيه، يا عم حط 100 جنيه 200 جنيه، ده غير البنزين عشان محسوب في وسط الشغل. يبقى كده انت مش بتخسر، انت كده مش بتخسر. تاني حاجه بقى، في عملاء عبيطه، في عملاء مش طبيعيه فعلا. دي بالذات البنات بتعمل حاجات مش طبيعيه، تفتح اندرايف 26 جنيه 30 جنيه 32 جنيه، مشوار 200 كيلو ب 70 جنيه. ده عبط. مين اللي بياخده؟ في ناس حيحانه بتاخد المشاوير دي حقائق. يبقى انا كده اهو ولا مع العميل ولا مع الايه، مع الكابتن. انا مع كل الصح، انا بحط مقياس، حط مسطره نقيس عليها الشغل، حط مسطره نقيس عليها الشغل. يبقى انت قلنا ايه اهم نصيحه في الفيديو ده؟ ما انا بحبش انصح حد. انت ارتضيت ان ده يبقى مشروع تجاري، ما ترجعش تندب ولا تلطم ولا تقول انا بخسر، لان المشروع هو العربيه. طب عايز تشتغل وما تخسرش، مين النوايا برضه اللي بتشتغل؟ عايزك تبص على مين النوايا، حتى اللي من وجهه نظرك بتخطف المشاوير، اللي هي مش انا برضه. النوايا دي هتلاقي معاها ايه؟ يا فرنه، يا عربيه قديمه، يا معاها صاني اوتوماتيك اللي هي الموديلات اللي هي 15 16 مثلا. العربيات دي معروف ان استهلاكها للبنزين مش كبير، صيانتها رخيصه، قطع غيارها بملاليم بالنسبه لبقيه العربيات التانيه بقى. لا مثلا لو هتركب رينوهات وهتركب مش عارف، هتركب العربيات النظيفه دي كلها، او يعني مش نظيفه يعني، قطع غيارها وكده غاليه وصيانتها غاليه والناس قليله بتشتغل فيها. طيب اما تبص على كده تعرف ان في اهو اسباب لنجاح المشروع ده. زي ايه؟ واحد باع منتج فول وطعميه في محل ايجاره 70000 جنيه، يبقى هيخسر. هي نفس الفكره، الشغلانه دي عايزه عربيه متوسطه الحال، ما تكونش وحشه او قديمه وتهينك، وما تكونش جديده وتخسرك. انت عايز عربيه متوسطه الحال، مريحه للراكب، بنزينها ما بتستهلكش بنزين كتير، صيانتها عبيطه والصناعيه بتوعها مش استغلاليين. هتحط العوامل دي كلها هتنجح. طب انت ما عملتش العوامل دي، ما تجيش تقول غلط. هو خلي بالك مصر برضو معروف ان مصر غريبه دايما في كل حاجه. هتقول لي ما في السعوديه بيكسبوا وفي الامارات بيكسبوا وفي امريكا اوبر بيعمل $1000 يا عم ماشي، ما هو امريكا اللي اخترعت البرنامج. احنا ظروفنا دايما مختلفه. في عامل اخير، ما انا بحبش برضه قلنا يعني حابي حد، بس في عامل اخير ناس يعني الكباتن مش واخده بالها منه خالص. اوبر لما كانت في 2016 كان المشوار بيعمل 12 13 16 17 والكابتن كسبان، وفي بونص وجرانتي وحوارات بتكسب الكابتن جدا. انت متخيل اسعار الدنيا كلها في مصر غليت كام ضعف من ساعتها؟ طب جميل، العميل اساسا هيقلل من اني، هيقتطع من اني حاجه عشان يعني يعيش؟ غالبا من المواصلات ومن الاكل. طيب طب دلوقتي ما انت عايز المشوار من وجهه نظرك برضو، ما الكباتن بتشوف كده الحد الادنى يكون 70 80 جنيه. طب ما فكرتش مرتبات الناس كام دلوقتي؟ يعني المرتبات لسه ثابته عند 3 و4 و5 و6 و7. معنى كلامك ان مشوار رايح جاي بتبقى مرتب بني ادم تاني. هتقول لي ما يتقنعرش ويركب، لا خلاص انت بقى ادام هي على الكل، معلش ده مجتمع، انت تحاول تربط ما بين اللي ينجحك في الشغلانه دي وما بين العملاء، العميل المستهدف اللي انا بروح له. انت طب يا عم نفترض، بص خليني معاك للاخر، العملاء كحيانه وبنت تيت وايه القرف ده وايه الخرا اللي احنا فيه ده، جميل جدا. لو العملاء اللي انت بتقول عليهم وحشين ما ركبوش، الكعكه صغرت قد ايه؟ احنا دلوقتي معانا مليون عربيه وكان معانا 5 مليون عميل، بقى معانا مليون عربيه ونص مليون عميل اللي فعلا مقتدرين يدفعوا السعر العادل من وجهه نظرك للمشوار. يبقى كده في نص مليون عربيه طاروا، يبقى انت خسرت. دي الحقيقه، العملاء هتقل. اندرايف عرفت تجيب رجل العميل، بس عرفت تجيب رجله بايه؟ عرض وطلب. العميل بينزل سعر وانت بتقبل او ما تقبلش. فخلاص ايه الحل بقى؟ يا تسيب الشغلانه من وجهه نظرك ما بتكسبش، يا تجيب العوامل اللي تنجحك في الشغلانه دي. ده كان اخر حاجه اقولها. اللي عايز يشتمني يتفضل، عايز يقول عليا مجنون يتفضل، عايز يقول كل موبقات الدنيا يتفضل. انا صدري مش رحب ومش هسمع اللي هتقوله، عادي عادي جدا يعني، عشان انا خلاص اتهرست يعني، انا تعبت من العملاء ومن الكباتن برضه. شكرا جزيلا.